المقدسة من مطار الرباط سلا هذا الصباح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يتلو رسالة ملكية وجهها جلالة الملك محمد السادس لجميع الحجاج المغاربة يحثهم فيها على أن يكونوا خير ممثلين لأمتهم. وهذا ما يجعلنا معاشر الحجاج نستحضر معكم في هذه المناسبة ما يقتضيه المقام من توجيهات وإرشادات سامية، فأداء هذه الفريضة يقتضي منكم فقه أحكامها والاستعداد النفسي لأدائها بسننها وآدابها، وفي مقدمة ذلك التحلي بمكارم الأخلاق وحسن المعاملة التسامح والتسامي. نتحلوا بالصبر ونتحلوا بالخير بعضياتنا ونتفقوا بعضياتنا، وحنا راه سفراء في هذيك الارض. انا فرحانه بزاف والله يكمل على الجميع والله يسهل لنا. احنا الان غاديين بقلوبنا وبشعورنا تندعيو مع جميع المغاربه وبالخصوص العاهل المغربي، يعني الاجراءات الاداريه الحمد لله كل شيء متيسر. 60 رحلة تتقل الحجاج المغاربة إلى الديار المقدسة ابتداء من اليوم وإلى غاية 28 من الشهر الحالي، ورحلات العودة ستنطلق يوم 9 من أكتوبر إلى غاية 27 منه. جلالة الملك حث في رسالته أيضا على السهر على تتبع رحلات الحجاج. ما فتئنا نتابع باهتمام إعداد مواسم الحج كل سنة. وتتضمن أيضا توجيه لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لكي تسهر على طمأنينة الحجاج وعلى كل ما يقتضيه أداء مناسكهم يعني في ظروف مناسبة. وقد اتخذت هذه السنة أيضا كل التدابير المعهودة المطلوبة لضمان الحج، يعني ضمان سير عملية الحج. ويذكر أن عدد الحجاج المغاربة انخفض هذه السنة إلى 26